اصعب مرحله من حوالي سنتين. ايه اللي حصل؟ لما خسرت كل ما املك، كل حاجه ضاعت مني في اليوم ده. وبدأت تاني؟ بدات من صفر، من ما فيش اي حاجه. كان عندي 7 فروع قفلتهم كلهم، ما بقاش الفرع اللي انا فيه دلوقتي. كل حاجه ضاعت مني في يوم. وادي انا مش بتاع صفقات. واحده واحده نفهم مع بعضينا معنى كلمه صفقه، وليه انت بتقول انا مش بتاع حاجه وفجاه انت بتبيعها، ومين اللي مستفيد في الصفقات دي اصلا. اولا معنى كلمه صفقه دي اللي هو انت بتجيب الحاجه ما بيبقاش فيه منها كتير، بتبقى هي مجرد صفقه في وقتها فقط. يعني مش بتاع بصل وبعت بصل، مش بتاع بروتين بس بعت بروتين، مش بتاع شباشب بس بعت شباشب، مش بتاع طرح بس بعت طرح. من بياع على فرشة لصاحب سلسلة محلات أشهر من النار على العلم. مين الشاذلي وإيه قصته وإيه حكايته مع الهدوم؟ تعالوا نعرف. الشاذلي شاب عنده 28 سنة، متجوز وعنده بنت. بدايته في الشهرة كانت من شارع ضياء في الهرم، بس حكايته وقصته بدأت من وهو عنده 11 سنة. في السن ده الشاذلي كان بينزل العتبة وكان بيشتري اكسسوارات ويقف على فرشة يبيعها. كان بيعمل كده كل يوم ويحوش ويحط القرش على التاني عشان يبقى حاجة، لأنه ساعتها كان بيحلم يعمل محل لبس في شارع ضياء. الشاذلي فضل يسعى عشان يحقق حلمه، ولف على كل محلات شارع ضياء واشتغل فيها عشان بس يقدر يحوش ويعمل المحل اللي نفسه فيه. اتعرض لإهانات كتير وكان بيسكت عشان ما يخسرش الشغل. مع مرور الوقت بدأ يعمل جمعية والتانية لغاية لما قدر يحقق حلمه وياخد المحل اللي نفسه فيه في شارع ضياء. لكن للأسف حياته في الشقة ما انتهتش لحد هنا. الشاذلي اتحول من واحد شغال في محلات في شارع ضياء لراجل صاحب محل في الشارع بينافس معلمين موجودين من زمان. وهنا بقى بدأت الناس اللي بتحاربه تظهر، لكن الشاذلي جابها من تحت وما تأثرش بكل ده، ولأنه شاف في حياته لغاية لما وصل اللي هو فيه عرف ازاي يركز مع نفسه. الشاذلي بدأ يفكر بره الصندوق ويعمل عروض متفصلة على مقاس الزبون مرة والتانية، والناس رجلها بدأت تاخد على المحل. وهنا الشاذلي فكر يحجز ملعب كورة ويعمل فيه أول معرض ملابس. من تاني واشرح لك العرض بتاع النهارده عباره عن ايه. عرض الباكيات عباره عن ان كل باكيه من دول فيها موديل، اكنك داخل محل بتشتري منه موديل. المحل ده مفتوح للموديل ده بس، بتشتري منه من هنا وبتحاسب هنا، مالكش علاقه بالباقي. وأول لما ظهرت السوشيال ميديا وبالتحديد التيك توك، الشاذلي بدأ يجيب بضاعة بسعر رخيص ويكسب فيها حتى لو 5 جنيه بس. بقى بينافس البراندات العالمية، والتيشيرت عنده بقى أرخص من سندوتش البرجر. طريقته في البيع كانت سر نجاحه على التيك توك، وبيطلع دايما يبدأ كلامه بجملة أنا مش بتاع كذا، بس وقع قدامي صفقة كذا فقلت أجيبها. عين نفسه نصر للغلابة، وخصوصا بعد الغلاء اللي بقينا فيه. في محلات الشاذلي هتلاقي كل حاجة، من أول الجاكيت البامب اللي ب 150 جنيه لفستان العرايس اللي ب 200 جنيه. البامب بإيه؟ 150 جنيه. البامب بإيه؟ 150 جنيه. البامب بإيه يا ناني؟ 150 من تاني. سبايدر. أنا مش بتاع بصل ولا بتاع خضار، بس وقعت قدامي صفقة بصل وهبيع الكيلو ب3 جنيه. بس المشكلة موقفتش لحد هنا. الغريب بقى إن الشاذلي اللي الناس عرفته على أساس إنه تاجر هدوم بقى يخرج على الناس من نفس المحل بتاعه بمنتجات ملهاش علاقة ببعض. مرة تلاقيه جايب بصل، مرة تلاقيه جايب مكملات غذائية، وأي حاجة ينفع تتباع عند الشاذلي هتلاقيها. وده اللي خلاه يتعرض لانتقادات كتير، وناس كتيرة بدأت تشتمه وتستغل الليلة دي عشان توقعه، وخصوصا المنافسين اللي قالوا إن كل الهدوم اللي عنده فرز تالت. لكن الشاذلي ما ردش عليهم، واكتفى إنه ينزل فيديو للناس وهي بتهجم على البضاعة عنده وتتخانق عليها خناق. وقال كمان انا مركز في اكل عيشي ومش عايز حاجه تشغلني عنه. وقال ان الناس اللي بتتكلم عني دول احسن مني وعندهم هدوم احسن مني، ولو ركزوا فيها نص التركيز اللي مركزينه معايا هيروحوا في حته تانية اعلى واكبر من اللي انا فيها. الشاذلي دلوقتي بقى ماركه مسجله، اي حاجه فيها لبس بتيجي سيرته. لكنه لما اتعرض عليه يفتح مصنع باسمه رفض، وقال لهم انا بتاع تسويق. الناس حبتني وكاني بقيت الفانوس السحري بالنسبه لهم، عشمانين في اي حاجه ممكن انزلها، وعشان ابقى قد المسؤوليه دي لازم اتفرغ ليها. لكن لو عملت مصنع ممكن يشغلني عن الناس، ودي حاجه انا مش عايزها. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده عن الشاذلي.